ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش على الحاجات اللي انتم مش شايفينها دي، ولكن بس انا حبيت اعمل مقدمة غامضة كده شوية. كلنا عارفين ان امنية كل قارئ بعد ما يكون عنده كتب كتير انه يكون عنده مكتبة جميلة ومرتبة. وانا الحمد لله النهارده اتحققت امنيتي، فحبيت ان انا اشارك معاكم اللحظة دي. وخلونا نقول مرحبا لمكتبتي الجديدة الجميلة. وطبعا انا لسه ما رصيتهاش ولا حطيت فيها الكتب. هرتبها معاكم دلوقتي، وهنحط فيها كل الكتب اللي عندي واللي انا لسه مش عارفه الحقيقه انا هرتبهم على اي اساس. هل اللون، هل الموضوع، هل دار النشر؟ هنشوف. فخلونا نشوف مع بعض الشكل في النهايه هيكون ايه، واللي انا متحمسه له جدا جدا جدا. يلا بينا هنبدأ نرتب دلوقتي مع بعض. وأنا بسمع حلقات مصطفى حسني من برنامج الحصن. أنا سمعت لحد الحلقة رقم 10، فهسمع الحلقات وأنا برتب معاكم المكتبة. هرتبها الأول على حسب دار النشر، بعد كده هنشوف مع بعض الشكل النهائي، لو في حاجة نعدلها وهكذا. فخلونا نشوف. يلا نبدأ، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله. مكملين الحصن، سورة الكهف. أكبر حصن ضد أكبر فتنة هتعدي على البشرية، وهي فتنة المسيح الدجال. السعدية عليه على صاحبه. فبدأت القصة المرة اللي فاتت: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما المتمردين للجبابرة اللي هو ربنا لازم. لو لم تحصن نفسك من كبر النعمة مفيش آخر، لغاية ما البني آدم يقول أنا ربكم الأعلى، لغاية ما البني آدم يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السنة مش عارف إيه. واستنى بس واحدة واحدة. أنت ما كنت خلينا متمردين على نعمة ربنا بالطريقة دي. فإحنا حصننا هو الذكر والصحبة الصالحة والبعد عن الحياة اللي كلها تفخيم لله. ونكمل مع بعض قصة صاحب الجنتين، وهيبدأ دلوقتي ببداية كلام الرجل الصالح. قال سبحانه وتعالى على لسان الصاحب الصادق الطيب: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من ذرة؟ تعالى موريك البستان بتاعي، شايف؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والكلام بتاع الدين بتاعكم اللي في يوم قيامة، وما أظن الساعة قائمة، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. معنى الكلام الأول: لولا يعني كان أولى بك. المواصلات نفسه ملك، إن في حد ماشي على رجليه، فكرة بس دي حاجة ربنا، لا قوة إلا بالله. وده الذكر اللي إحنا لما بنشوف نعمة في إيدينا. الغنى هو عدم الاحتياج، والغنى مصدره مش إحنا اللي يقف يتزحلق زلقا، يعني خلي الإنسان كده لو وقف عليه ينزلق في غير ضعف. حوار الحازم ده أول صفة فيه الوضوح. قال له كده: أكفرت بالذي خلقك؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون. حصن في الدنيا، فجاء الأمر من السماء بسلب النعمة من إيديه. يا رزاقا بلا سبب، ويا وهابا قبل الطلب، ويا جابر خواطر المحتاجين، ويا رحيما بعبادك الصالحين. منه النعمة بعد رؤيته لنفسه وليس رؤيته لفضل ربنا سبحانه وتعالى. وخلاني غني نعمة، أسخر الغنى في خدمة الخلق وأعيش وأنا مستريح. خلاني فقير، خلاص ده اختيار اللي بآخر الدنيا والفلوس في الكارت وكل الناس حواليا، فنترك الدعاء. مش كده زي صوتكم تأذن بالنسبة لكلام الناس مع بعض زي قرر كده، لكن في حق الله أن هذه سنة الله في الكون. هذا ونوصل لآخر آية في القصة فيها تقرير من ربنا. قال هنالك الولاية لله الحق. هنا في معلومة مهمة جدا في العلاقات. حصنك هو ربنا سبحانه وتعالى. لو انت من شوية بتقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الناس اللي بتنفر ليك لما بتحتاجها. في بعض المعارك كان المشركين والمنافقين يتضايقوا جدا في المدينة،
انك انت انتصرت. وحيدة هي حصن لقلوبنا من فتن الدنيا وفتنة رغد العيش والغفلة والانشغال بالمقتنيات. قال سبحانه: يا من أنت لعباده ودودا كريما وبذنوبهم غفورا رحيما. واخيرا خلصنا. تعالوا بقى اوريكم عملت ايه من اول رف فوق خالص. هنا دي كتب حطيتها، دي كتب مذاكره، يا رب نرجع نذاكر تاني، بتاعت كامبريدج جرامر وحاجات كده، بس بحبهم يعني، بحب اقعد كده اتذكر الحاجات بتاعت الانجليش منهم، يعني اسلوبهم حلو. هنا حطيت المصاحف بتاعتنا والكتب الدينيه. واخر التلات كتب دول لا ملهمش علاقه. ده كتاب بتاع حول العالم في 200 يوم والعجائب تقريبا، مش فاكره كان اسمه ايه. وده اطلس العالم، دول ملهمش دعوه ب يعني الموضوع بتاع اول رف. تاني رف حطيت الكتب بتاعت كتاب دار كتاب، ده انا جبتهم من اخر معرض. بعد كده الرواق، بعد كده دول عصير الكتب كلهم. اوكي. وهنا كده بعيدا عن التابلو حطيت الشروق، دي كل الكتب اللي عندي من دار الشروق. ودي اي صاحبتي عملتها لي، شاطره جدا. اللي عايز الصفحه بتاعتها يبقى يقول لي. وعشان المكان ما كفاش فحطيت هنا ده اخر كتاب من عصير الكتب، وبعدين دول الكتب اللي جبتهم من لغه، واستنوا مراجعات كتابين منهم قريب ان شاء الله. وهنا بقى حطيت الدارين، اكتر دارين انا بجيب منهم كتب وهما الكارما. كل دي كتب من الكارما لحد هنا. ودي بقى المركز القومي للترجمة، الكتب الضخمة. معايا طبعا الكتاب ده جايباه من تنمية مع سبيل الارض، بس حطيته كده لاني ما لقيتلوش مكان تاني. كل دي كتب من المركز القومي للترجمة. الرف اللي بعده بقى دار دون، كل دي كتب من دون. ودول كمان هنا دول بيت الياسمين، دي الكتب اللي عندي من بيت الياسمين. و دي عالم صوفي، دي من دار المنى. يعني في كتب في اوقات دور بجيب منها مثلا كتاب واحد، فما بيبقاش بقى ايه خلاص يعني احطهم جنب حاجات تانية. دول جبتهم من صفصافة. ودول دور نشر مختلفة، بس هم بحسهم كلهم شبه بعض، اللي هي دار الجمل ودار الآداب ودار العربية للعلوم ناشرون. دي الكتب اللي عندي من هذه الدور. ودي دار الخان. المفروض صلاة القلق دي مسكنياني، زي خبز عطرات الخان ميلاد. والله بس انا حطيتها هنا بقى خلاص مش مشكلة. وحاولت برضو ان انا اجمع يعني مثلا جابرييل ماركيز الروايتين بتوعه. هنا إليف شفاق نفس الحكاية. إيزابيلا ليندي برضو حطيتهم جنب بعض عشان ما يتوهوش عني. هنا عندي 3 كتب من دار العين، وده من تنمية برضو، رحم العالم. عايزة أقرأه السنة دي يا رب، والله العظيم بجد نفسي أقعد أقرأ. في الرف ده بقى حطيت كل الكتب اللي من دور النشر المصرية الحكومية، زي دار المعارف والهيئة العامة. طبعا أنا يعني كلهم عناوين متفرقة، ما حبيتش ان انا يعني افصص كل دار لوحدها، هم كلهم على بعض كده. تصدقوا الكوخ الهندي دي مركز قومي ترجمة، ايه اللي حطيتها هنا؟ والله بحب التنظيم جدا. معلش نرجعها جنب اخواتها. تقريبا يعني كله من نفس الاماكن اللي هي الدور الحكومية. تهيألي مفيش حاجة بتغرد خارج السرب يعني. تقريبا كده كله تمام. انا صراحة جيت في اخر رفين دول وكنت تعبت جدا، فحطيتهم اي حاجة بجد. انا مكنتش متخيلة اصلا ان المكتبة هتتملي بس فالحمد لله يعني. طبعا على نعمة الكتب والقراءة، وان انا عندي كتب كتير اقراها. يا رب اقرأ بقى والله بجد. يعني من ساعة ما شفتها كده وانا عندي شعور ان انا عايزة اعمل زي سعيد صالح،
لما كان حاطط عصايتين كده عليهم كتب كتب كتير كتير. هنا بقى حطيت صراحة الكتب اللي انا بكتب فيها، يعني اجنداتي واوراقي. وحطيت هنا بقى كتب كانت قديمة عندي صراحة، كنت واخداها من عند حد. يعني دي لبنة المكتبة بتاعتي، البذرة اللي كونت بيها المكتبة وبدأت قراءة. فحطيتهم من في الاخر رف كده، عشان اغلبهم انا قرأته او مش متحمسة اقرأه دلوقتي يعني عامة. فحطيتهم كده من تحت وبس كده. قولولي بقى رأيكم، وهل عندكم يعني اقتراحات لأي حاجة؟ قولي رأيكم. ومثلا متحمسين ممكن اعمل فيديو نتكلم فيه عن عناوين الكتب اللي عندي بالتفصيل، ولا لا، ولا عادي مش متحمسين؟ هل شايفين انه كان ممكن ارتبهم ترتيب احسن من كده؟ اعتقد لا، مش عارفة. واعتقد ان انا مش هنزلهم تاني، يعني بتهيألي بقى. المهم انتظروا بقى فيديوهات كتير، لاني متحمسة جدا للمكان وللفيو اللي انا عملته ده الحقيقي. وده هيبقى مكاني بقى في البيت، يعني خلاص بقى اخيرا بقى عندي مكان اقعد اقرا فيه براحتي واشتغل فيه براحتي، بعيدا عن ضوضاء وضجيج احباب الله بره. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون حلو ويحمسكم للقراءه زي ما انا متحمسه. وبس كده، استنوا فيديو جديد من تلابيب الكتب. شايفين مع ايمان سعيد، وسلام عليكم.